كان لازم طبعا ان انا ابدا في مسح الشقه. قلت يا دوبك مفيش وقت خالص سواء على رمضان او على الولاده، قلت يلا يا بنتي ارحبي اعملي القمطه زي اي ست بيت شاطره كده بتعمل القمطه وتقومي ايه على الشقه على طول. ويلا اتفضلوا معايا. هنا طبعا اول حاجه عملتها ان انا بقيت ادخل كراسي السفره كده للصاله التانية. انا عندي ريسبشن عباره عن صالتين مفتوحين على بعض، بقيت ادخل كده البانكيت مع الكراسي في الاوضه التانية ديت عشان خاطر اوسع لنفسي. لاني هتشوفوا، بص انا هنا تعبت من اول من اول ما شلت اول كرسي انا تعبت. هتشوفوا ان انا دلوقتي يعني هقلب الدنيا خالص. انا لقيت نفسي فجاه عايزه اغير مكان النيش. طب عايزه اطلع الحاجه اللي في النيش اغسلها. عارفين انتوا اللي هو عايزه اي تغيير في النيش. يعني كنت زهقت من الرصه اللي هي مرصوصالي، وكمان انا كنت كركبتها، فقلت ايه انا هعملها معاكم. وطبعا كل سنه وانتوا طيبين يا حبايب قلبي، وربنا يا رب يقعد عليكم الايام بخير وعلينا جميعا يا رب. جبت بقى الزعافه وبقيت عماله ازعف كده في الحيطان كويس. انا الستاير لو تفتكروا انا كنت لسه غسلاها، فقلت بلاش ان انا ايه اشيلها واغسلها تاني. يعني كنت يا دوبك ما كملتش اسبوعين ولا حاجه ولسه غسلاها اصلا. وبعد كده كنست الارض، قلت ايه انا هكنس بس الارض كده واعملها بالشرشوبه، وفضيت النيش بعد كده. قلت ايه بحيث اما اجي احركه يبقى خفيف عليا، وطبعا مفيش حاجه تتكسر، رغم ان في حاجه اتكسرت في النيش اللي هو في نيش من نيشين، لان انا غيرت نيش واحد بس مش النيشين. هنا بصوا الرصه كانت اتكركبت مني، كنت كل شويه ايه اما اجي اطلع معاكم فيديو كنت اجيب منهم حاجه، فالدنيا معايا اتكركبت خالص. عاوزه اقول لكم طبعا ان انا كنت بتعامل بحذر جدا جدا. الفيديو باين لكم ان هو سريع، بس انا كنت ماشيه بصوا يعني زي البطه تقريبا خايفه الحاجه تتكسر مني بصراحه. فبقيت احطها كده على الجذابه واحده واحده، لاني الحاجه طبعا انتوا عارفين حاجه النيش ديت يعني عند اي واحده غاليه جدا. حاجه النيش يا جماعه كلها من عند حسن جمال، اللي انا قبل كده عملت لكم عنه ريفيو وصورت عنده كمان. عايزه اقول لكم ما شاء الله دلوقتي منزل كمان كوليكشن احدث بكتير، وما شاء الله حاجته حلوه جدا واسعاره. وهو برضه على فكره اللي كان راصص لي النيش ساعه فرحي. انا ديت اول مره احط ايدي في حاجه النيش بصراحه بتاعتي. يعني انا قلت له انا خايفه، فتعالى انت ايه رص لي الحاجه عشان خاطر انا بخاف ان الحاجه تتكسر مني. يعني قلت طبعا المفارش بتاعه النيش، وكان عندي مفارش تانية كنت غسلاها يعني وحطيتها بدل اللي كانت محطوطه، وعملت بالريشه كده على طول. وجبت الفوطه القمر اللي انا بعشقها في كل حاجه تخص البيت ديت، غسلتها بدوني عشان خاطر تديني ريحه الدوني كده في الحاجه. بصوا انا هنا النظام ده اللي عملته في الاول لقيت ان هي ضايقت لي المكان. النظام التاني برضو مضايق لي المكان، يعني انا قلت اصور لكم برضو النظامين. رحت مرجعه كل حاجه زي ما كانت، وقلت يلا ايه هفضل على نفس النظام. بس هتلاحظوا برضو في الاخر في شويه تاتشات ايه كده ايه يعني غيرتها بس في الشقه عشان خاطر انا بجد كنت زهقت. يعني فضلت بقى افكر ارص ازاي، وكنت خايفه برضو الحاجه تقع تتكسر مني، لاني وانا بنقل النيش التاني. انا بصوا النيش التاني ده اصلا انا ما جيتش جنبه خالص في ان انا ارص من اول وجديد، لاني في حاجه الصيني كامله بقى، فاللي هو انا واثقه ان في حاجه هتتكسر فيهم مني. وفعلا فيهم كوبايه طقم الشاي او طقم الجاتو دوت وقع كده اتكسر منه، فقلت الحمد لله يعني اني عدت على خير. هنا ده طقم القهوه، واللي فوق طقم القاروره بطقم الشربات. كل ده برضه يا جماعه من عند حسن. وحاجه المطبخ بتاعتي برضه من عند حسن، سواء طقم المعالق او سواء الحلل سواء الصواني، كل حاجه من عند حسن. وما شاء الله حاجته جميله جدا. وطبعا يا جماعه قبل ما ارص الحاجه تاني في النيش كنت غسلتها الاول ونشفتها، وبعد كده ايه فضلت ارصها معاكم. الفيديو ده يا جماعه عشان خاطر تشجيع يعني لاي واحده بتبقى مكسله ولا حاجه. عايزه اقول لكم طول ما احنا بعيد بجد عن الحاجه هنقول لا احنا مش قادرين نعمل، احنا مكسلين مش عارف ايه، بس بجد مجرد ما تقومي كده وتستعيني بالله هتلاقي نفسك ان شاء الله خلصتي على طول يعني. هنا ده طقم الشوربه يا جماعه وطقم كوبايات كده والشفشق بتاعه. هنا حطيتهم في الضرفه اللي هي ايه مش هيبان منها الحاجه، لان قبل كده الشكل ده كان باين معايا، فحبيت المره دي ابين حاجات ما كانتش باينه يعني فاهمين. لان زي ما انتم شايفين النيش انا عاملاه نظام اللي هو عكس بعضه. يعني الضرفه من فوق من هنا مش باينه، والضرفه التانية من تحت مش باينه فاهميني. بس دخلت بقى على الصاله التانية بعد ما استقريت خلاص هعمل ايه في الصاله الاولى. دخلت على الصاله التانية وبرضو عملت بالزعافه على طول، ونفضت طبعا الكنب ولمعت وروقت على الدنيا يعني الحمد لله. انا قلت يا دوبك بجد مفيش وقت يا جماعه، رمضان خلاص كل سنه وانتم طيبين يا رب. فقلت يا دوبك الحق مفيش اي وقت خالص. وبصوا الصبح كان طلع معايا، انا كنت بادئه من بالليل اصلا، والصبح لقيته خلاص طلع معايا بقى، والناس رايحه المدرسه والكلام ده كله. فالناس رايحه المدرسه وانا واقفه انفض اصلا. قولوا لي بقى يا جماعه ايه رايكم في القمطه بتاعتي؟ انا بصراحه كنت مصدعه، فقلت انا هعمل القمطه ديت وشدها جامد عشان خاطر بجد كنت مصدعه ولازم ان انا اقوم اخلص اللي ورايا. هنا بقى كنت كنست وبمسح هو ورا الكنب.
وهنفض دلوقتي الشيلت. وعلى فكره لقيت يا جماعه 3 جنيه فضه كده ورا الشيلت، ففرحت قوي، حسيت ان هو الله، ده ربنا بيكافئني بال3 جنيه عشان قمت مسحت الشقه ولا ايه. فاتبسطت قوي. الفيديو طبعا يبان لكم ان هو سهل جدا وانا خلصت بسرعه، بس بصراحه خد مني وقت رهيب، ويلا الحمد لله خلصتها على خير. هنا كنت خلصت بقى، بوريكم النظام اللي انا عملته هو بس الفرق ان انا حطيت الشجره ما بين النيشين، وحطيت الكراسي في مكان مش اماكنهم، فحسيت ان هي كده ادتني وسع، وحسيت بالتغيير بصراحه. لسه طبعا ان شاء الله هنعمل مع بعض غرفه الاطفال مع بعض، وهوريكم فيها حاجات هتعجبكم جدا، وقولوا لي بقى رايكم في رصه النيش بتاعتي.